النقطة الفاصلة الحاسمة القاتلة للأهلي أو لبيراميدز. الأهلي أخطأ خطأ كبير لما انسحب أمام الزمالك في ماتش الدوري وماتش الموسم. خلى فرصة كبيرة جدا لبيراميدز إنه يفرق وياخد 3 نقط فارق في الدوري. فضلوا مكملين بفرق 5 نقط مجموعة ماتشات كبيرة لحد ما جه فاركو وأدى أحلى هدية للأهلي وفاز على بيراميدز عشان يقلل الفارق ويبقى الفرق نقطة واحدة بس. يا ترى النقطة دي هتفضل مكملة ولا ممكن الزمالك مثلا يعمل حاجة ويهدي للأهلي الفوز؟ ده في حالة طبعا فوز الأهلي في كل مباراة. لو الزمالك فاز على بيراميدز او بيراميدز تعادل في اي ماتش من ماتشاته اللي جايه والاهلي فاز في كل ماتشات، الاهلي هياخد الدوري. الاهلي ضيع من ايده 3 نقط مهمين جدا بحجه التحكيم وحجه وشويه حجج كتيره، عملوا زي اللي رقصوا على السلالم، لا اللي فوق ولا اللي تحت. يبقى لا انا اللي قدرت اخد وابقى اكمل للاخر وهنسحب من الدوري وهعمل الكلام ده كله ما حصلش طبعا، ولكن خلينا نتكلم في ان الموضوع فارق نقطه واحده. الماتشات اللي متبقيه لبيراميدز والمتبقيه للاهلي. بيراميدز هيلاعب بعد ما عنده 47 نقطه والاهلي عنده 46 نقطه. بيراميدز عنده ماتشات اللي جايه لبيراميدز هيلعب مع مين بقى؟ الاهلي الاول هيلعب مع الاهلي هيلعب مع المصري النهارده وسيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي وفاركو. انما بيراميدز هيلعب مع مين؟ بيراميدز هيلعب مع البنك الاهلي ومع الزمالك وبتروجيت وسيراميكا كليوباترا. اقوى واحد فيهم بيراميدز في الماتشات بتاعته هي الزمالك. يا ترى الزمالك هيقدر يفوز او يتعادل مع بيراميدز؟ قول لي رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للرسائل كلها.